أسعدتم أوقاتنا أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضل أن نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الظهيرة. استهلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. وزيرة الصحة تؤكد العمل لاكتمال النواقص في المؤسسات الصحية. الاتحاد الوطني للمرأة يعمل لتعزيز تأطيره. انتخابات مدراء الضواحي ومساعديهم في مديريات حقات. ارتفاع عدد قتلى هجوم بسيارة ملقومة في مقديشو. الرئيسان الألماني والياباني يؤكدان دعمهما للتجارة الحرة. وفيضانات استثنائية في أستراليا. أهلا بكم إلى التفاصيل. صرحت وزيرة الصحة آمنة نور حسين بأن الوزارة تعمل بجدية لاكتمال النواقص من المعدات الصحية والمستلزمات وكذلك البنية التحتية. وفي التوضيح الذي قدمته الوزيرة آمنة في الاجتماع الذي عقد في 31 من يناير المنصرم بمدينة مصوع، وذلك لتقييم أنشطة فرع الصحة في إقليم شمال البحر الأحمر، ذكرت بأن الاستثمار الضخم الجاري عبر مراحل لتطوير الكادر الصحي والمعدات الصحية ظل يلعب دورا كبيرا في ضمان صحة المواطنين. وأشارت إلى أن الأعمال المنجزة على مستوى البلاد في انخفاض نسبة وفيات الأمهات والأطفال والحد والسيطرة على الأمراض المعدية حققت تقدما إيجابيا، إلا أن في الإقليم وخاصة وفيات الأمهات يتطلب اهتماما أكبر. من جهته قال مسؤول الفرع بالإقليم الدكتور تسفاي تسفازجي أن وعورة المواقع الجغرافية والطقس وحياة الترحال من أهم التحديات التي تواجه، مشيدا بالجهود الحثيثة التي يبذلها المهنيين الصحيين، وموضحا في الوقت ذاته عن بدء المؤسسة الصحية المشيدة في منطقة علابابو بمديرية أدوبحة بدأ خدمات صحية، فيما تجري أعمال البناء لمؤسسة صحية أخرى في منطقة بدة. كما قدمت في الاجتماع تقارير حول الخدمات الصحية قبل وبعد الولادة وحملة التطعيم والنظافة البيئية الأهلية، بالإضافة إلى السيطرة والحد من الأمراض المعدية وغير المعدية والأنشطة الصحية التي سيرت في كافة المؤسسات الصحية بالنظر إلى القصور والإيجابيات. وفي الكلمة الختامية التي ألقاها حاكم الإقليم العميد تخلى لبسو ذكر فيها عن تحقيق نتائج مرضية في ضمان صحة المواطنين وتوزيع مؤسسات صحية متوازنة، مؤكدا وقوف إدارته الثابت إلى جانب المهنيين الصحيين في الأنشطة التي ينظمونها للحد من ظاهرة الأمراض. أعلنت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاء تسفا ميكائيل في الاجتماع الذي عقدته لسكان وموظفات الحكومة في مدينة غردة بأن الاتحاد ظل يعمل لضمان فعالية تنفيذ البرامج الموضوعة عبر تعزيز تأطيره. وأضافت السيدة تخاء بأن الاتحاد يدرك تماما بأن النضال ضد التمييز هو نضال الأجيال، لذلك يعمل لتنشئة الأجيال من أجل تكرار المعجزات تأكيدا الاستقلال والسيادة الوطنية بالتنمية، داعية الإدارات ورجال الدين والأعيان للعب دور رائد لتعزيز المساعي الحثيثة الجارية لرفع الوعي وتقوية التأطير. من جانبه أكد مدير المديرية السيد إسحاق طعوم ذاكرا أهمية السيمينار، موضحا بأن الإدارة تعمل بالتعاون مع كافة الشركاء لإنجاح برامج المرأة. وأوضح المشاركون بأن المعلومات المكتسبة تساعد في اتباع تطور أنشطة المرأة، مناشدين لانتشار ثقافة السيمينارات حتى مستوى إدارات الضواحي. نظمت انتخابات مدراء الضواحي ومساعديهم في 15 ضاحية بمديرية حقات في الفترة من 10 وحتى 31 من يناير المنصرم، وتم انتخاب 30 مديرا ومدير تنفيذي و202 من لجان الغرف في 15 ضاحية. وأوضحت السيدة آمنة حاج مديرة المديرية إجراء حملات توعوية مكثفة لترسيخ الوعي اللازم من أجل إنجاح الانتخابات في العام 2018، وكجزء من الجهود الجارية للحصول للسكان على الخدمات الاجتماعية الأساسية تم تجميع 15 قرية في ضواحي غوليا وشنغين في حشيشاي. وذكرت المنتخبين الجدد لخدمة ناخبيهم بتفاني وإخلاص ولعب دور رائد في البرامج التنموية الجارية، مناشدة المواطنين لإبداء التعاون معهم في أعمالهم اليومية. هذا ويسكن مديرية حقات أكثر من 56 ألف نسمة يتوزعون على 15 ضاحية. تجري انتخابات لجان الصلح في مديرية دقم حرب بداية من 30 من يناير المنصرم لتقديم الخدمة في 7 محاكم أهلية ب18 ضاحية.
وأشار مدير المديرية السيد يماني أبرة إلى انتخاب 15 من لجان الصلح، منهم 7 من السيدات في مناطق وغرتي وقادين وكربورية. وتشير المعلومات الواردة بأن المحاكم الأهلية الأربعة المتبقية ستنظم الانتخابات حتى 8 من فبراير الحالي. عقد مدير مديرية كركبة السيد عبد الكريم إدريس لقاء مع سكان ضاحية أملايت حول تنفيذ البرامج التنموية والمشاركة الأهلية. وقدم السيد عبد الكريم توضيحا مفصلا حول التطور الدبلوماسي والسياسي الذي تشهده منطقة القرن الأفريقي وانعكاساته في تفعيل البرامج التنموية، داعين المواطنين لتعزيز تأطيرهم ومشاركاتهم. من جهته قال مسؤول التحقيقات في قسم الشرطة في المديرية السيد محمد عبد الله أن الهدف الرئيسي هو ضمان الأمن والسلام، مناشدا المجتمع المدني لتعزيز دوره وتعاونه مع الشرطة للضمان أمن بيئته ومنطقته. وذكر سكان ضاحية أملايت بأن مثل هذه اللقاءات تعزز وعي ومعرفة المجتمع، مؤكدين جاهزيتهم لتنفيذ البرامج الموضوعة بفعالية. فاصل ونوافيكم بالأنباء العالمية، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد. قالت الشرطة الصومالية أن عدد قتلى هجوم بسيارة ملقومة في مركز للتسوق بالعاصمة مقديشو ارتفع إلى 11 قتيلا. وقال ضابط الشرطة محمد حسين لوكالة رويترز للأنباء أنه تم انتشال العديد من الجثث من تحت أنقاض مبنى في موقع الانفجار، وعدد القتلى حتى الآن 11 قتيلا من المدنيين بالإضافة إلى 10 مصابين. وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتطرفة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع بسيارة محملة بمتفجرات كانت متوقفة على مغروبة من مركز تجاري يقع بالقرب من مكاتب الحكومة المحلية في العاصمة مقديشو. وقالت الحركة عبر موقعها الإلكتروني أن الهجوم كان يستهدف تجمعا لمسؤولين حكوميين وأفراد من رجال الأمن والمخابرات. جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي التأكيد على دعمهما للتبادل الحر في حين تشهد التجارة المتعددة الأطراف اضطرابات. وتشير ميركل بكلامها إلى سريان اتفاق تبادل حر بين الاتحاد الأوروبي واليابان، وفي وقت تشكك الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى بالاتفاقات المتعددة الأطراف. من جهته صرح أبي أن اليابان وألمانيا ستديران الكتلة الاقتصادية الأوسع في العالم التي ولدت من اتفاق اليابان والاتحاد الأوروبي، ولذلك من الضروري تخفيض الخطر الذي يشكله البريكسيت على الاقتصادين الأوروبي والعالمي. والنص الياباني الأوروبي الذي تم التفاوض بشأنه منذ 2013 هو الاتفاق التجاري الثنائي الأوسع في التاريخ. انتشر الجيش الأسترالي في بعض مناطق شمال شرق البلاد لانتشال السكان بسبب فيضانات استثنائية لا تحصل سوى كل 100 عام، فيما انهمرت أمطار غزيرة على ولاية كوينسلاند. ويشهد شمال أستراليا الذي يسوده مناخ استوائي أمطار موسمية في هذا الوقت من السنة، غير أن السيول التي انهمرت في الأيام الأخيرة فاقت بكثير المنسوب الاعتيادي، ولا سيما في مدينة تاونسفيل الساحلية. وكانت الأرصاد الجوية الأسترالية حذرت من أمطار جديدة وخطر وقوع زوابع وهبوب رياح عنيفة في الأيام المقبلة، مشيرة إلى احتمال أن تغمر المياه نحو 20,000 مسكن، وذلك إذا استمرت الأمطار وبقيت المدارس والمحاكم مغلقة. في واحد من أكثر أشهر السنة ظلمة يهدف مهرجان كوبنهاغن للضوء الذي يستمر 24 يوما إلى تعديل المزاج في العاصمة الدنماركية. وبهذه المناسبة تم توزيع 40 مصدرا للضوء في مختلف أنحاء العاصمة كوبنهاغن بهدف جذب نحو 20% من الأشخاص إلى الخارج من أجل خلق تجربة جذابة في الظلام. وتلعب طرق مجاري المياه في المدينة أيضا دورا مهما في المهرجان، كما توجد رحلات سياحية برفقة مرشد لمشاهدة المشاهد. ويتواصل المهرجان طوال شهر فبراير الحالي بما في ذلك المناسبات الخاصة خلال السنة الصينية الجديدة. وقفة أخيرة مع أخبار الملاعب والبطولات.
حقق منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية الانتصار الأول في بطولة أفريقيا لدون 23 عاما المعروفة ببطولة دي لا سبير المقامة حاليا بالكاميرون وتتواصل حتى 9 من فبراير. وعلى منوال مشاركاته السابقة سار منتخبنا الوطني على بساط التتويجات وقرد وحيدا في المرحلة الأولى من الطواف بفوزه بالمركز الأول في سباق السرعة ضد الصاع للفراغ الذي امتد لمسافة قدرها 18.6 كيلومتر. وأنهى منتخبنا الوطني المرحلة في ظرف زمني قدره 23 دقيقة و58 ثانية بمعدل السرعة وسط استقر عند 46.5 كيلومتر في الساعة الواحدة. وضمت تشكيلة منتخبنا الوطني في المرحلة الأولى 6 دراجين هم ناتنيال تسفاتين وناتنيال مبرهتم دانيال هبت ميكالي يعقوب دبساي فيليبوس كوبراب وروبيل تولده، وذلك تحت قيادة المدير الفني يوناس زكرياس. وذهب المركز الثاني لمنتخب الجزائر الذي تأخر بفارق 14 ثانية، فيما حاز منتخب البرتغال على المركز الثالث بفارق 25 ثانية عن منتخبنا الوطني للشباب. وعلى ضوء هذه النتائج ارتدى الدراج يعقوب دبوساي القميص الأصفر وبات يتربع على صدارة الفرد بعد انقضاء المرحلة الأولى. يليه في الترتيب ناتنيال مبرهتم، أما المركز الثالث فحاده دانيال هبت ميكائيل، ورابعا قدم فيليبوس كوبراب، وهم جميعهم من منتخبنا الوطني. وصلنا إلى نقطة الختام، في أمان الله وحفظه.